الأصدقاء الأعزاء، صديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. انتهى الفيلم الهوليودي اللي كان من إنتاج نظام الجولاني بتمويل خليجي. الفيلم اللي شفناه كلياتنا في واشنطن كان عبارة عن يعني سلسلة من الفضائح. لو كان يعني بيود نظام الجولاني أنه أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تنعقد بشكل شهري، لما ادخروا وسعًا في استغلال هذا النشاط أو هذا المهرجان الدولي، التظاهرة الدولية استثمار والاستغلال لأقصى الحدود، بهدف رفض الإعلام، يعني إعلامهم بكم مهول من المواد البصرية والمواد الدعائية، لزوم الاستهلاك المحلي بالدرجة الأولى. يعني هذا الكلام ما بيطلع منه شيء على مستوى القرارات ال الدولية، سواء في واشنطن أو في عواصم أوروبية، أو يعني عواصم مهمة ذات صلة وذات موقف وتأثير في الشأن السوري. وبالتالي زيارة الجولاني لأمريكا انتهت، يعني وكانت محددة بالأيام، أيام الجمعية العامة، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأعتقد 4 أيام، والفيزا كانت يعني محصورة الوضع الزمني يعني. ليش؟ لأنه ما زال الجولاني يعني على قوائم الكثير من الجهات التي يعني تحدد المنظمات والشخصيات الخطرة أو الشخصيات الإرهابية في العالم. المهم انتهى الفيلم ورجعوا الجماعة، رجعوا على بيوتهم، وصار بدهم نشاط ثاني يعني مشان التغذية، تموين الحاضنة، تموين الحشود أو الحشد الجولاني بهيك مواد مضللة وخادعة وكاذبة، ويعني تعطي انطباعا وكأنه الدنيا ربيع والجو بديع وقفل لي على كل المواضيع من المسائل هاي يعني. لكن هذا الفيلم وكأي فيلم يعني له شوية قراءات مختلفة أخرى، يعني قراءات تستند على معطيات تتعلق بمجريات ما شاهدناه في واشنطن. في تقديري أنه كان هنالك سلسلة من الفضائح، فضائح الجولاني الأمريكية، مش في سوريا، في أمريكا أيضا يعني. يعني هذا الجولاني رئيسنا الانتقالي المؤقت، فضحنا في كل حتة يعني، بيروح في أي مكان يخبص ويبهدل حاله ويدق الأكل على حاله ويشرشر ويريل ويعني ويسفه ويتفه نفسه يعني. فالفضائح الجولانية اعتبروها الحشود الفتوح الجولانية في واشنطن ونيويورك وأمريكا، اعتبروها فتوحا، لكن في الأصل هي فضائح يعني. كما ذكرت أنه بالفعل أنه لو بإيدهم أنه أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تكون بشكل شهري بشكل أسبوعي، لحتى يستثمروا الموضوع لغايات إعلامية تسويقية استهلاكية محلية محضة يعني، وإعطاء تصدير صورة مضللة عن نجاحات وإنجازات نظامهم الفاشل داخليا وخارجيا. الفضيحة الأولى كانت، يعني خلوني أعدلكم يعني شوية نماذج من الفضائح الجولانية في واشنطن. الفضيحة الأولى اللي كانت الخطاب، يعني الخطاب وإعادة إنتاج لخطابات أخرى لمقابلات مع قناة الإخبارية، وما بعرف مين الأهبل اللي مزبط له هيك خطاب مفشكل كله أكاذيب، كله أكاذيب.
يعني أنا ذكرت في مناسبات أخرى وعلّقت على مضمون الخطاب ساخرًا وناقدًا يعني، ما في جملة صحيحة، فكرة صحيحة متوازنة قالها الجولاني في خطابه، فيما يتعلق بما حدث في سوريا من انتهاكات، من جرائم ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. وجرائم ضد الإنسانية في السويداء وفي الساحل السوري، من مسألة المحاسبة والوعود التي أطلقها في سوريا وفي واشنطن على أنه راح يحاسب من تلطخت أيديه بتلك الجرائم، وهذا كذب صراح يعني. هو مش قادر يحاسب أبو الميش، بده يحاسب مش قادر يحاسب العمشات، وبده يحاسب المجرمين القتلة الذين ائتمروا بأمره وارتكبوا ما ارتكبوه بتعليمات من نظام الجولاني نفسه يعني. هي أبرز كذبات الخطاب. الكذبة الثانية أنه الدعوة لحوار وطني ولم يكن حوارا وطنيا بشهادة حتى أنصار الجولاني. شو كمان يعني مسألة الإعلان الدستوري وتشكيل حكومة يعني مهنية ومن خبرات، وشو أي خبرات، خبرات ال يعني إمارة إدلب يعني بتعتبر لي إياها خبرات؟ يعني شو، جيب لي شخصية مهمة محترمة بالفعل هي عبارة عن خبرة وما لها ولاء طائفي أو يعني ولاءها وطني محض يعني، تشتغل أو تعمل ضمن هذه الحكومة. حكومة اللون الواحد، العقيدة الواحدة بيعمل لي إياها حكومة تكنوقراط ومهنية وكفاءات والمسألة كلياتها. كل التفاصيل الحكاية السورية اللي حكاها أو اللي حاول يصدرها يعني هو كان حكواتي فاشل ومفكر إنه يعني قاعة الأمم المتحدة هي عبارة عن مقهى الروضة أو مقهى النوفرة. قبل قبل 50 أو 100 سنة أو 150 سنة يقعد ويحكي ويروي: يا سادة يا كرام يا أفاضل أنام، ويحكي هيك من كيسه أكاذيب، يرشرش أكاذيب على الموجودين وتنتهي القصة وصلى الله وبارك يعني. الموضوع مش هيك، الموضوع مش هيك يعني. كمية مهولة من الأكاذيب محصورة في حوار قصير، يعني مش مثل حوارات فيديل كاسترو أو حوارات القذافي التي تمتد لما يزيد عن الساعة. لا، هو عبارة عن العبقرية هنا إنه في زمن قصير، في خطاب قصير، وكمية مهولة من الأكاذيب والأباطيل والافتراءات على الواقع. هذه كانت الفضيحة. الفضيحة الثانية هي فضيحة الفلول، فلول الجولاني اللي هن غيّروا أماكنهم يعني خنادقهم من فلول النظام السابق إلى فلول النظام الجولاني يعني كلمة الفلول تنطبق حتى على أنصار النظام وهو موجود، لأنه قياسًا بالشعب السوري هم فلول. كانوا فلولًا وسيبقون فلولًا، غيّروا الخنادق، غيّروا المقاعد، مثل هاي السيدة الفاضلة ما باعرف إذا هي فاضلة والّا مش فاضلة يعني، طبقًا على سلوكها و تعاملها مع الواقع السوري، يعني فاضلة، يعني ربما يكون توصيفًا وشرفًا لها هي لا تستحقه يعني. بدليل يعني ما رأيتموه من هجوم على الجولاني، وفيما بعد تجي وتقول الجولاني والفلول والغيرانيين والتعبانين والانفصالية والما بعرف شو، ومن هالسلوك التافه السخيف، وجاية ومعها صورة مشوهة للرئيس الأمريكي ترامب، مثل ما بتقولها هيك بالاكسنت باللكنه الامريكيه ترامب، وانه هي قعدت وحكت واخذت وعود من
الكلاوات التافهة والسخيفة، وعلى أساس إنه شو اسمه توم باراك بده يبعث الصورة لترامب، وترامب سيعجب بها وينشر يعني، وترامب ينشر على حساباته أمور يعني تعجبه يعني. يبدو أنه لا صورة ميساء قباني، ولا يعني صورة ميساء قباني كميساء قباني، ولا صورة ترامب اللي جابتها ميساء قباني عجبت ترامب، ويعني الموضوع كان طلع كله خرطي وكذب والغيرانين والكذابين والبعثية والفلول والأسديين اللي حتى 2019 2020 ومن هالقصص هيك. هذا إحدى الفضائح، فضائح الحاضنة أو الفلول أو الجمهور يعني، وهن عايشين في أمريكا ويتصرفون ويتفاخرون بجرائم هذا النظام. هذا السلوك لم يفعله جمهور نظام بشار الأسد. ما شفنا يعني جمهور بشار الأسد. أنا مش قضية مديح، وبإمكانكم ترجعوا للفيديوهات يعني في المظاهرات المؤيدة لنظام بشار الأسد في أوروبا، وصارت مظاهرات مؤيدة. ما شفنا ناس حاملة براميل، يعني كناية على البراميل المتفجرة، أو حاملة شيء بيشبه يعني رمزية الأسلحة الكيميائية، أو شيء بيشبه رمزية سجن صيدنايا أو سجن تدمر، أو شيء بيشبه رمزية مذبحة أو مجازر حماة في 82. ما شفنا هيك أساليب وسخة وقذرة ووقحة وطائفية ودنيئة وشنيعة مثل اللي يعني شفناها يعني عند جمهور الجولاني، شيبا وشبابا، رجالا ونساء، أطفالا وشيوخا، الكل أطفال معلمين الأطفال سلوكيات قذرة إجرامية فاشية في بلاد المحجر، في بلاد بينعموا فيها بالديمقراطية. لو في ديمقراطية حقيقية تتشكل لجنة ويراجعوا الفيديوهات ويستدعوا كل هؤلاء السفلة من اللي تعاملوا مع المختلفين معهم بتلك الجرعة الطائفية الإجرامية الشنيعة والمنبوذة والمكروهة والتافهة، والتي تعبر عن كينونة وجوهر هذا النظام. هذا أيضا يعني في تقديري أنه كان إحدى فضائح الفتوحات الجولانية في واشنطن. الفضيحة الأخرى كانت فضيحة أبو غمزة، أبو معزة، أبو الشيباني، اللي الصحفية يعني الموضوع ما كان مرتب يعني بمراجعة الفيديو كمان. الصحفية الكردية الألمانية أو الألمانية اللي بتنحدر من أصول كردية التفت إلى الجولاني وأرادت أن تسأله كهي، لأنه يعني لقاء مفتوح للصحفيين والسياسيين والقادة والرؤساء والمسؤولين، وبيدردشوا على هامش الجلسات. فيتدخل الأمير القطري. طبعا الأمير القطري ما بيعرف الصحفية، ما بيعرفها يعني، ويتدخل، وكان تدخله يعني فيه من اللباقة. يعني أنا مشان ما نظلم حدا يعني، بهدوء، وتعامل أيضا تعامل مع الصحفية بناء على إرشاد وتوصية من الشيباني. وبالتالي المسؤول عن هذا السلوك الدنيء والوسخ وهي الفضيحة هو الشيباني نفسه، وزير خارجية وكبير دبلوماسي الجولاني، وكبير قتلة الجولاني لما كان بالعراق على زمن أبو مصعب الزرقاوي. فالشيباني أبو غمزة وبهذا السلوك الدبلوماسي الحصيف المحترم أنه يعني تجاهل أو لا ترد أو كذا. فما كان إلا من الأمير القطري أنه يحول الموضوع من الجولاني إلى الشيباني.
يحوّل الصحفية، وطبعًا الصحفية لم تتابع الموضوع ولم تلتزم لا بتوصية الأمير القطري ولا بغمزة الشيباني، ولم تمنحه الشرف الدردشة والخوض معه وطرح الأسئلة على الشيباني. لأ، هي جاية يعني كأي صحفية بوجهتها محددة نحو الجولاني، نحو أحمد الشرع، أو ما يقال له أحمد الشرع يعني. فهذا السلوك أيضًا كان إحدى فضائح نظام الجولاني في في واشنطن. شو كمان؟ الفضيحة الرابعة كانت ندوة الحوار مع بطريرس الجنرال الأمريكي المتقاعد منذ 2012 2013، يعني منذ بدايات ظهور نجم الجولاني في الساحة السورية كقيادي تكفيري جهادي سلفي قاعدي داعشي من القصص هاي كلها. هو رجل متقاعد، وبالعادة المسؤولين الأمريكيين سواء كانوا رؤساء جمهورية، قادة أركان، وزراء دفاع، قادة الاستخبارات، مسؤولين الاستخبارات الأمريكية، لما بيتقاعدوا بيكونوا يعني يتعاقدون مع جامعات لإلقاء محاضرات، أو مع معاهد، أو مع مراكز للبحوث والدراسات الاستراتيجية، طبعًا لقاء أجر معين يعني مش ببلاش، مش لإنه بطريرس يعني معجب بشخصية أبو محمد الجولاني وجاي بده يعمل حوار معه، لأ، في جهة أخرى عملت ونسقت ونفقت وصرفت على هذا الاجتماع يعني. وما يعني هل يجرؤ أحمد الشرع إنه يحاوروا حاليًا مسؤول الاستخبارات الأمريكي، أو يحاوروا حاليًا وزير الدفاع الأمريكي أو أي مسؤول أمريكي على منصة وكذا؟ لا، يعني لا يكلفها بطريرس الآن الإدارة الأمريكية أي شيء، بحكم أنه هو متقاعد وليس له دور وليس له وزن، وليس الأمريكيين، إن نظام الحكم والإدارة في الولايات المتحدة الأمريكية يعني رؤساء جمهوريين وديمقراطيين تقاعدوا خلاص ما عاد لهم التأثير، يعني مش نظم شرق أوسطية، مش أو يعني نظم معروفة يعني إنه المسؤول المتقاعد يبقى له تأثير ودور ووزن على صناعة القرار في المؤسسات الدولية. هذا الكلام مش موجود يعني. هذا اللقاء مع بطريرس هو لزوم الاستهلاك يعني. بيجيبوا على أساس أنه عندما كان بطريرس مسؤولا في العراق وقائد القوات الأمريكية في العراق، كان الجولاني في إحدى سجون بطريرس. وطبعا آه، حركة الجسد، سلوك يعني قراءة حركات الجسد لبطريرس راح تعرفوا قديش قابض هذا البني آدم نتيجة التعامل. هذا مش حركة جنرال سابق ومسؤول أمريكي بارز وقائد يعني إذا بتشوفوا بتراجعوا المشهد وعملية الكلام والدردشة وحركة الجسد، بتعتبروا أنه الجولاني هو قائد القوات الأمريكية السابقة في العراق مش ديفيد بيترايوس. إذا كمية الإذلال والانحناء والدماثة والود طريقة التعامل تشي بل تفضح. يعني كمية الصرف الذي أغدق على هكذا اجتماع لكي يكون مادة للاستهلاك وللكلام والحديث والثرثرات اللي على أساس تحليل الخطاب، خطاب الجولاني، وتحليل الندوة الجولاني مع بطريرس. أعتقد أنه هذه أيضا كانت من الفضائح الوقحة والفاقعة والمصروف عليها يعني من سلسلة فضائح الجولاني في الديار الأمريكية. فضيحة أخرى هو الكلام والثرثرة المتكررة عن موضوع رفع العقوبات. رفعوا العقوبات، ما رفعوا العقوبات، هنالك شروط أمريكية، كل هالتفاصيل على أساس أنه وجود أبو محمد الجولاني في أمريكا راح
يساهم ويسرع عملية رفع العقوبات. هن عم يطالبوا قسد بالاندماج والاستسلام بموجب اتفاق 10 آذار 2025، وهم فاشلين حتى الآن في الدبلوماسية، لأنه فيما يتعلق بمسألة رفع العقوبات عن سوريا. يعني عقوبات المفروضة على النظام السوري السابق هي نفسها العقوبات المفروضة على النظام الحالي، مش يتغير. والنظام الحالي يستحق هيك عقوبات، لأن سلوكيات هذا النظام أبشع وأزنخ وأكثر تعريصا ومنيكة من سلوكيات النظام السابق. ويعني سامحوني على هيك تعبيرات، لأنه هيك نظام يستحق هيك توصيفات. يعني فهي العقوبات الموجودة فشلوا في عملية تسريع رفعها. وكل ما قيل إذا بتراجعوا الأرشيف البصري للإعلام، إعلام النظام السوري الحالي، وعملية التسويق والتهليل والاستبشار أنه العقوبات سترفع وزيارة الجولاني ستكون فتحا مبينا وتنجز، ومن كل تلك الجعجعة التي سمعنا عنها قبل وأثناء الزيارة الميمونة، وما في شيء، ما في شيء، لا شيء رفع ولا عقوبات رفعت ولا حتى زيارة رسمية. يعني اللقاء الذي جرى بين الشرع وترامب كان على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، مثله مثل غيره. ما كان في شيء محدد مجدول منظم مظبط مرتب خارج الاجتماعات. يعني كإدارة أمريكية، متى ما وافقت الإدارة الأمريكية على عقد اجتماع رسمي داخل البيت الأبيض وجرى هذا الاجتماع، يمكن لأنصار الجولاني أن يعولوا أو يناقشوا أو حتى يبرزوا الحجج ويضخوا جرعة من التفاؤل وكذا بس ما صار هيك شيء. ما صار في واشنطن ونيويورك في زيارة الجولاني. ما صار بعد الحمقى والأغبياء اللي من أنصار الجولاني في صاروا يسوقوا إنه شوفوا في المكتب البيضاوي. لك شو مكتب بيضاوي يا غبي؟ ما واقفين يعني ومذكور في كل وسائل الإعلام أنه الموضوع جرى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. شو البيت الأبيض وشو المكتب البيضاء؟ واستقبل وين قصد ووين في كل موضوع بيحطوا قصد. يعني وكأنه يعني أي نجاح لنظام الجولاني هو هزيمة لقسد، هو انتكاسة لقسد. الموضوع مش هيك. يعني قسد عمليا هي جزء بطريقة أو بأخرى من يوقع مع النظام الجولاني وجزء من النظام الجولاني، وقسد مرشحة لأن تندمج مع نظام الجولاني سواء بهذه الاتفاقية أو باتفاقية أخرى مطورة. هذا قائم. فأنت اللي راح تطلع بسواد الوجه يا غبي، سواء كنت كردي أو عربي، أنت اللي راح تطلع بسواد الوجه في نهاية المطاف. فقسد حاليا هي مرشحة لأنه تكون جزء من نظام الجولاني أكثر منك يا أهبل يا أهبل. هاي كمان مسألة العقوبات ورفع العقوبات وقانون قيصر والمسائل هاي. يعني أنا شفت الكيانات والأسماء اللي رفع عنهم العقوبات، ولا واحد منهم يعني قائمة. شفت القائمة التي وصلتني بحدود 80 اسم. أنا ما شفت الأسماء اللي محسوبة على نظام الجولاني حاليا ضمن هذه القائمة، وأرسلت لي من صديق معارض يعني وثقة، وهي منشورة. يعني بإمكانكم العودة لهذه القوائم. ما في الأسماء التي يعتد بها أنس خطاب وما بعرف شو الرؤوس الكبيرة اللي في نظام الجولاني ضمن يعني من رفع عنهم العقوبات. رامي مخلوف شملوا الموضوع، ونظام الجولاني ما شمله. فيعني أكلوها خازوق في قصة موضوع
العقوبات، يعني خازوق محترم ومرتب من يعني أمريكي، خازوق أمريكي على تركي على ما بعرف شو يعني. المهم هي كمان كانت إحدى الفضائح في سلسلة فضائح الجولاني في الديار الأمريكية. طبعا لا يخلو الأمر أن هذه الزيارة بنحكي عنها بأثر رجعي، لأنه الموضوع انتهى مش مشكل يعني. مسلسل وصار وفيلم وشفناه نحكي عنه ونحلل شوي بعض التفاصيل يعني. نظام الجولاني، وهي معلومة، بيشتغلوا السفارات السورية في البلدان الأوروبية، في بلجيكا، في برلين، في بريطانيا، في باريس، في لندن، في واشنطن، الكل مستنفر. هذا الشيباني اللي في بداية وصوله لوزارة الخارجية كتب تغريدات على منصة إكس، وعلى أساس أنه عم يحكي بالكردي وكذا من القصص هي. وإيزا يعني هو من عشيرة المحلمية إيزا، فالمحلمية أصول أكراد، وهي طبقا للوثائق العثمانية يعني. هذا الشيباني وطبعا بإيعاز من الأتراك بالدرجة الأولى. هلا كثير بيلوموا القطريين والسعوديين، القطريين والسعوديين عليهم الصرف، بس الخبث واللؤم والدجل والدبلوماسي شغل الأتراك، مش شغل يعني الاقتصاد التركي لا يتحمل هذا الصرف المهول اللي بتصرفه قطر والسعودية على نظام الجولاني. يعني الاقتصاد التركي تعبان حاليا، في يعني معتل حاليا، فما عنده ال يعني الفائض لحتى يصرف على الجولاني وعلى جولات الجولاني وترتيب الأمور وشركات العلاقات العامة والتسويق للجولاني أوروبيا. وزارة الخارجية الجولانية مستنفرة للحدود القصوى لشيطنة قسد في التعامل مع الأوروبيين. هي معلومة يعني وصلتني من مصادر ثقة يعني لها اطلاع ومداخل في الدبلوماسية الأوروبية بشتى الوسائل، بيحاولوا يفككوا موضوع مخيم الهول ويعطوا ضمانات للأوروبيين، لبروكسل، لبرلين، لباريس، للندن، لواشنطن، انه نحن قادرين. ترى قسد عم تستخدم المخيمات داعش كورقة ضدنا، وورقة تعزز موقفها السياسي والدبلوماسي أوروبيا وأمريكيا، ونحن قادرين يعني القيام بما تقوم به قسد وعلى أفضل كمان. هي من جهة. فعملية الشيطنة والتأليب ضد قسد مستمرة على الأراضي الأوروبية وفي في أمريكا. زيارة الجولاني كمان الأخيرة حاول، وتوم باراك اللي هو يعني محسوب على وكأنه هو السفير التركي في واشنطن، مش السفير الأمريكي في تركيا، أو المسؤول التركي اللي ممسك بالملف السوري ومنطقة الشرق الأوسط، يعني مش المسؤول الأمريكي، يتعامل طبقا يعني للمنفعة والمصلحة التركية بالدرجة الأولى، وبعدين مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا واضح في خطابه يعني في أدائه. هذا توم باراك والجولاني والجهات الممولة والجهات المنظمة والداعمة الخليجية والتركية بالدرجة الأولى، يعني العقل المدبر، العقل الشيطاني المضب اللي بيدبر وبيزبط وبيضبط بوصلة نظام الجولاني، والعقل التركي. مثل ما ذكرت وأكرر، عملية الصرف والإنفاق خليجية، لكن الهندسة والترتيب والأمور هاي مش متروكة للخليجيين، لا، يعني هي في عهدة الأتراك والاستخبارات التركية قولا واحدا يعني. وأنا أعني ما أقول. فهن فشلوا في هذه حتى الآن فشلوا يعني. لم يستطيعوا إقناع الأوروبيين ولم يستطيعوا إقناع الأمريكيين. هذا لا يعني أنه قسد سوبر
في الدبلوماسية؟ لا، قسد مع الأسف الشديد، وأقولها باللغة العربية، قسد فاشلة دبلوماسيا، حتى الآن فاشلة. والفشل الدبلوماسي القسدي في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا سببه تركي عن طريق أوجلان، عن طريق ضغوطات عبد الله أوجلان واتصالات عبد الله أوجلان ورسائل عبد الله أوجلان، الذي يضغط على قسد، وبلغة التحديد التركي. مش بس الجولاني بيهدد قسد بالأتراك، لا، عبد الله أوجلان أيضا يهدد قسد بالأتراك، ويحذر من مغبة وعواقب عدم الاندماج داخل نظام الجولاني بدون قيد أو شرط. يعني بكرة ومش في القريب العاجل راح نشوف أنه الحشد الجولاني والحشد الأوجلاني، طبعا اللي بيوافق أوجلان بهالمسعى في خندق واحد، والهدف والمستهدف القضية الكردية في سوريا، الحقوق الكردية في سوريا، المكتسبات والمطالب الكردية في سوريا. وأنا أعني ما أقوله. بكرة راح تشوفوا أوجلان ومهند القاطع وحسن الدغيم الشكيلات كلهم في خندق واحد ضد الكرد. وحتى الآن عمليا هن في خندق واحد، لكن لم تتوضح الصورة بعد للرأي العام الكردي اللي حاليا حتى الآن مخدوع بقصة أوجلان ومقاومة أوجلان وقيادة أوجلان. لا، أوجلان واضح في هذا المسار. وأشار الجولاني في معرض حديثه عندما انتقد قسد وهاجم قسد، أشار إلى رسالة أوجلان أنه هم غير مكترثين برسالة والغير ملتزمين برسالة أوجلان ومضمون رسالة أوجلان. هذا يعني أنه الجولاني مطلع على كلام أوجلان المرسل الموجه إلى قسد، والذي يطالب قسد بالاندماج الفوري والإسراع بالاندماج في الحكومة المركزية، وترك المطالب القومية والفيدرالية والحكم الذاتي وكل هالتفاصيل. إذن نظام الجولاني لم يحقق هذا الإنجاز الجدي والخطير فيما يتعلق بشيطنة قسد لدى الأمريكيين، شيطنة قسد لدى الأوروبيين. لم يحقق هذا الموضوع، لكن عدم تحقيق هذا الهدف الشيطاني الجهنمي التركي المنشأ والتركي البوصلة والتركي المسعى والتركي المرمى، والأداة هو يعني نظام الجولاني ومسؤولي الجولاني هنا في الأراضي على الأراضي الأوروبية. عدم تحقيقهم لهذا الهدف الخبيث ليس مرده أنه والله الدبلوماسية القسدية ما شاء الله عليها يعني على سن ورمح. لا، الموضوع مع الأسف الشديد مش هيك. المصالح الأوروبية ما زالت تجد في قسد أنه هي القوى الأكثر انضباطا والأكثر التزاما والأكثر انسجاما مع الرؤية الأوروبية والرؤية الأمريكية لسوريا، متنوعة لسوريا، علمانية لسوريا، مدنية، فيها هامش من الديمقراطية إنجاز التعبير. يعني مش أكيد راح تشوف في مهند القاطع يعني إنه والله هو أو مين كمان، مش مهند، لا بنحكي مهند القاطع بس كي ما له يعني ما يعني مش محسوب على أي شيء. يعني المهم هاي النقطة كمان، هذا الفشل أنا أعتبره فضيحة في الديار الأمريكية وفي الديار الأوروبي. منطقة شمال الشرق يمثل فيها المكون العربي أكثر من 70%،
وقصد لا تمثل كل مكون الكردي حتى نقول أن يعني هذا صوت المنطقة هناك. والمكون الكردي متناثر في منطقة واسعة، منطقة عربية، فلا يشابه مثلا شمال العراق مثل كردستان العراق. اتفقنا على بعض الخصوصيات للمناطق الكردية. اتفقنا على بعض الخصوصيات للمناطق الكردية. اتفقنا على بعض الخصوصيات للمناطق الكردية. للمناطق الكردية. طبعا التكرار يعلم الشطار. ما بقول انه لا، ولكن بيخلي الحمار يتحمرن بزيادة التكرار. وأبو محمد الجولاني أو أبو المقص الجولاني وفخامة رئيس جمهورية المقص الأموية السنية الطائفية السوركية، سموها ما شئتم، تنطبق عليها كل هذه الأوصاف. أبو محمد الجولاني يكرر مش بس هو ونظامه. يعني هو عبارة عن ببغاء جرى تلقينه إنه والله الكرد في سوريا شو نسبتهم في سوريا، شو نسبتهم في المناطق الشرقية. يعني طبعا الجولاني بيحكي عن الثورة الفرنسية، وبيحكي عن التاريخ الأوروبي وتاريخ شو بيعرف عن الثورة الفرنسية. كل هذا تلقين، كل هذا الكلام الذي يتفوه به شروي غروي تلقين، وتلقين يعني مجعلك مش تلقين شغل الذكاء الاصطناعي حتى، يعني الغباء الاصطناعي. هذا التلقين اللي يكرر في إعلام الجولاني على أنه العرب هن الأغلبية في مناطق الجزيرة وكذا، تكرار تكرار تكرار. وسندهم في ذلك، مرجعيتهم في ذلك كما نرجع لمهند القاطع ولأمثال مهند القاطع. طبعا ما بيغلبوا حالا وبيروحوا يفوتوا على الأرشيف العثماني 100 سنة 200 سنة لحتى يعرفوا طبيعة ال 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 الطبيعة الاجتماعية، الطبيعة الديموغرافية، التوزع الديموغرافي للكرد والعرب في تلك المناطق حتى قبل 200 سنة. ما نقول يعني أبعد، ما نروح، لأنه إذا كل ما رحنا أبعد العرب راح يقلوها. نسبة مهند القاطع والجولاني والبدو راح يقلوا. ما نروح أبعد، نخلينا بال200 سنة الأخيرة يعني. فهالكلام يعني كلام غبي ومشوه وباطل ومضلل، لكن من فرط التكرار بالتقادم راح يصير حقيقة. راح يصير حقيقة مثل ما الأوروبيين بيكرروا مثلا، يعني عم بقول مثلا أنه هن السكان الأصليين والهنود الحمر عبارة عن مهاجرين ومن القصص هي كلياتها، فبتصير السردية الأمريكية مرتكزة على هذه الأكذوبة والخرافة، وأنه الاحتلال الإنجليزي والإسباني والبرتغالي هم الأصلاء في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، والقبائل والسكان الأصليين هن اللاجئين وهن المهاجرين من هالقصص هي كلياتها. أما نروح 200 سنة نموذج يعني صغير، مرجع صغير إذا بتحبوا ترجعوا، إنه مثلا الأرشيف العثماني مليء أكثر من ملايين الوثائق فيما يتعلق بقدم وغلبة الوجود الكردي في هذه المنطقة، عدا عن تسمية كردستان، عدا عن ولاية كردستان اللي من ضمنها دير الزور والرقة ضمن ولاية كردستان طبقا للأرشيف العثماني. روحوا واجهوا الأرشيف العثماني، لا تواجهوني، واجهوا الأرشيف العثماني بهالحقائق التاريخية إذا أنتم تحكوا بالتاريخ أو بتفهموا بالتاريخ.
مثل ما قلت إنه هذا مرجع بسيط يعني مش من تأليفي أنا يعني يشير إلى غلبة الوجود الكردي في المناطق التي يذكرها ال المرجع بالاسم، تفاصيل المساحة الجغرافية التي من ضمنها منطقة شرق الفرات. وعليه يعني هل الخرافة التي يكررونها هل أكذوبة؟ إنه العرب هن الأغلبية والأكراد شو أقلية وكذا. لك يا غبي، الأرشيف البريطاني بيقول إنه الكرد في دمشق كانوا 20%. وأنا سبق وذكرت يعني للكرد قلعة في دمشق، هي قلعة صلاح الدين الأيوبي. للكرد حصن في حمص. للكرد جبل اسمه جبل الكرد، جبل الأكراد في الساحل السوري. وحلب حدث ولا حرج. ف يعني للكرد وجود في فلسطين، للكرد وجود في الأردن، للكرد وجود في مصر، وجود مؤثر وفاعل ومهم واستراتيجي وقوي في دمشق. بدك تجي تنفي الوجود الكردي اللي على تماس مع كردستان؟ تركيا مجنون يحكي وعاقل يسمع. يعني انت شو جاي عم تحكي؟ شو جاي عم تخبص؟ لكن مع ذلك يعني بيكرروا الخرافه والأكذوبة. طبعا هاي الأكذوبة والخرافة للعرب الذين جرى استقدامهم مستفيدين من الأكذوبة وراح يدافعوا عنها بالسمات، سواء كانوا غمر أو غير غمر. وجودهم في المنطقة عمره 50 سنة، عمره 100 سنة، 200 سنة. قبل 200 سنة ما بتلاقي لهم وجود، ما بتلاقي لهم وجود في هاي المناطق. لكن بيكرروا هاي المعلومات لأنه مستفيدين. يطلع لك إبراهيم الجبين ابن موظف صحيح ومواليد القامشلي، بس هل والده وجده مواليد القامشلي مواليد المنطقة؟ طبعا لا، قطعا لا، يقينا لا. فبيجي بيكرر هالمسائل هي كلها لأنه هو يعني بيحاول يحافظ على هل طمأنينة الخرافة والأكذوبة هي فيما يتعلق بالتوزيع الديموغرافي الكردي والعربي في مناطق شرق الفرات. لكن المهم زلة اللسان الجولاني بيقول والله العرب 70%. طبعا الكلام المحتوى اللي قاله في مقابلته مع الأخبارية كرره في حواره أو لقائه مع بترايوس، يعني نفس القصة نفس الأسطوانة كررها، ما عنده غيرها، ما عنده غيرها يعني كررها. ولكن زلة اللسان التي سقط فيها في لقائه مع الأخبارية لم يسقط فيها في واشنطن. مسألة أنه المناطق الكردية شلون يعني منطقة أكثر من 70% عرب وهي في نفس الوقت المناطق الكردية. يعني يعطيهم يعني خصوصية للمناطق الكردية. ما تنسوا وسجلوا هذه زلة اللسان، لأنه هي الحقيقة الوحيدة التي قالها الجولاني منذ وصوله إلى دمشق بوصفه رئيسا انتقاليا، اللي هو اللي فرض نفسه رئيس انتقالي مؤقت، وحتى مغادرته لهذه السلطة يعني بعونه تعالى. ولن يبقى آبد، لم تدم للنبي لم تدم لأباطرة وسلاطين وملوك حتى تدوم لأبو محمد أبو مقص الجولاني. مين الجولاني حتى يبقى آبدا؟ يا حافظ الأسد وبشار الأسد إلى الأبد راحوا انقلعوا. أبو مقص الجولاني راح يأبد. يعني هذه هي الحقيقة الوحيدة التي قالها الجولاني في كل تصريحاته في كل خطاباته على امتداد هذه الأشهر الماضية، وربما على امتداد الأشهر والسنوات القادمة. لأننا جهزوا أنفسكم أيها السوريون والسوريات إلى المزيد
جهزوا أنفسكم للمزيد من الأكاذيب والأباطيل والخرافات والدجل اللي راح ينضح به أبو مقص الجولاني وأوانيه الإعلامية. أكتفي بهذا القدر، دمتم بألف خير.